جيل زاد جيل 212 المسيرين ديالو تفرشوا وبان المذهب ديالهم وبان الهدف ديالهم اشنا هو اليوم بالضبط. اشوفوا راه محيده لي باغ وملصق لي واحد اللعيبه لتحت سناني ما كنعرفش نهضر، لا زلقت ولا تسرطات لي الهضره. المهم راك فاهميني. اليوم بالضبط تفرشوا وتفرش الهدف ديالهم شنو هو. جنرالات عبله كنقولوا لكم العبوا غيرها باش يخرجوا اليوم ويهزوا التصويره ديال ناصر بوريطه. ناصر بوريطه ما عندوش صيله بالصحه ولا بالتعليم ولا بالمشاكل الداخليه. ناصر بوريطه مكلف بالمهاجرين المغاربه والمسائل الخارجيه اللي كتهم الدوله. اما يهزوا التصويره ديالو ويطالبوا، لا سمحوا لي هنا تفرشوا. هنا غادي يبين ان دوك الناس مدفوعين من جهه ما وحنا كنعرفوا شكون الجهه اللي هي بنو كرغل. علاش ناصر بوريطه بالضبط؟ ودابا شكون اللي اعترف بالصحراء المغربيه وبالحكم الذاتي؟ روسيا. اذا ناصر بوريطه عنده علاقه بهذا الاعتراف ديال روسيا بالصحراء المغربيه وبالحكم الذاتي. اذا شكون اللي عنده الهدف او شكون اللي باغي الخدمه في ناصر بوريطه؟ كبرانات الجزائر. قبل كانوا عاوتاني هاجموا الملاعب وقال لك خصنا نقاطعوا كاس افريقيا وخصنا اش دخل كاس افريقيا مقاطعه كاس افريقيا. وكيف ما قال داك المسخ داك الوزير الجزائري ومع كامل الاسف اللي كان يحرض على القصر الملكي والاخرين كانوا كيحرضوا على الملاعب وكانوا كيقولوا لهم سيروا خربوا. فهنا كنعرفوا ان شكون وراه هاد الناس. علاش الملاعب بالضبط؟ حيت عندهم واحد الكراهيه مع القجع، مع فوزي القجع، ما كيحملوش شي حاجه سميتها فوزي القجع. اذا هاد الناس اللي كيخرجوا دابا اولا حتى داك الجروب جيل زاد اللي كيكتب داك المطالب وديال خاصنا فكنقول لكم العبوا غيرها. حتى شاب مغربي ما غادي يتبعكم وحتى شاب مغربي ما غادي يمشي في التخريب. وللاسف ومع كامل الاسف دوك الناس اللي خربوا اللي كان كيحسب لهم راه هادشي ما غاديش يحبس، وكان كيحسب لهم راه هادشي غادي يطول، وكان كيحسب لهم وقيلا غادي نرجعوا بحال سوريا، وكان كيحسب لهم راه داكشي ساهل. فشفنا الاحكام، يعني الاحكام بدات من 4 سنين، كاين اللي خدا 5 سنين، كاين اللي خدا 10 سنين، كاين الاحكام وصلت حتى ل 20 عام. كان جالس حتى ميمتو واكل شارب عايش في الامان. تا قال ليه راسو نوض هرس ودقدق ورا ما غيجبدوكش. سير دابا تبع حساب 212 جيل ما كان غلط جيل زيد وشوف عاوتاني شنو غادي يوقع. ولكن برافو المغاربه، عجبوني ضربوا الخطه ديال كابرانات الجزائر كلها في الزيرو. كانوا باغيين يشوفونا في الخراب. الحمد لله حنا ماشي شعب مخرب، حنا ماشي شعب ما كنبغيوش بلادنا، حنا كنموتوا على بلادنا، كنتسطاو على الملك ديالنا. وكنظن كابرانات الجزائر ملي شافوا جلاله الملك خارج من القصر فاش كان غادي يلقى الخطاب في البرلمان، شافوا كيفاش المغاربه استقبلوا بالزغاريت وبالفرح وبالسرور. راه خصكم تعرفوا يا الكراغ يا بانو كرغل يا كابرانات والى اخره. راه فاش كنشوفوا الملك راه عندنا عيد هذاك النهار فاش كيخرج الملك وكنشوفوا بواحد الصحه جيده كيكون عندنا عيد. فاش كيكون الملك مريض حنا كاملين المغاربه كنمرضوا، كندوخوا، ما كنبقاو لا ناكلوا ولا نشربوا ولا وكنوليو نهزوا كفوفنا. الله يا ربي تشافي لينا ملكنا، يا ربي تشافي لينا ملكنا. والحمد لله اللهم لك الحمد. مره نهار على نهار كنشوفوا ملكنا بصحه جيده، والله يدوم عليه الصحه يا ربي، الله يحفظه لينا. والله انا عزيز علي الملك، انا مسطي على الملك وحق الله واحد الدرجه ما كتصورش. شي يكون كان شي عضو عندي انا ويقولوا لي هذا يكون هو سبب الشفاء ديال الملك ديالنا، نقول لهم تفضلوا وانا الله يرحمه حق الله العظيم انا نموت وهو يعيش. ما عرفت هاد الحب ماشي طبيعي. هذوك الكابرانات اليوم راه جامعين المؤثرين، جامعين داك بونيف الطويل وداك اللي حالف على امو، حالف عليك يعني كنقول لك فاس انا حالف عليك، خاص يجي وجهي فوجك ورا لك الفراجه الشده ديال القنفوذ. بلاش هذا عارفين كيفاش. المهم السلاح الوحيد ديال النساء ما علينا.
كبرانات الجزائر اليوم بينتوا بان هذاك الجروب جاي لزيد انه تابع ليكم ما تابع لا ما مهم ملي هزيتو التصويره ديال ناصر بوريطان فبان العربون ديالكم بان ان كلشي داكشي اللي كان مخطط ليه من طرف كبرانات الجزائر. نتلاقاو في فيديو جديد. انا ما كنبغيش نطول في الفيديوهات حيت شي وحدين كيقول لك الادسنس، لا انا كنقولها المفيد في 5 دقائق ولا لا طول 7 دقائق 8 دقائق 10 دقائق، انا 5 دقائق كافيين. يلا كتبوا عباده الادسنس. انا عبده ديال كلشي ديال سيدنا ديال المغرب ديال انا عبده. كيكتبوا لي عبده عبده وقهرت امكم. دوزو بخير.